السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله على القناة. اليوم غادي نقدم معكم مملحات اللي كيجيو رائعين ديال عاشوراء واقتصاديين كما العاده. كنحتاجو هنايا كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء، وكاس ديال الحليب. كنحتاج هنا 125 غرام ديال الزبده، 4 قطع ديال الفرماج. عندي هنايا ضماد البقرين، الملح والابزار، وغادي ناخذ معلقه صغيره ديال الخميرات الحلويات. بالنسبه للمنسمات عندي هنايا الربيع، عندي الفرماج احمر، عندي هنايا الهريسه والتحميره، وعندي كذلك الزيتون كحل اللي مطحون محيد ليه العظم وطحناه. نبداو على بركه الله في العجين. هو اول حاجه غادي ندير هاد الزبده ديالي في القصريه باش نجمع العجين ان شاء الله. اول حاجه نتوما غادي نقطع هاد الزبده هذه الرقيقه هكايا باش تجيني سهله في الخدمه. انايا خرجتها من الثلاجه، كانت عندي في الثلاجه، خرجتها شي نص ساعه هكاك من الثلاجه باش شويه ترخف ليا، وزيد عليها الحال سخون غير غنبدا ندلك فيها ان شاء الله. غادي تدير غنضيف عليها كاس ديال الزيت، نحاول نعاون بالزيت باش ترخف لي الزبده ديالي. هيا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طرخفات غادي نبقى بحال هكذا بحال هكا نمعس فيها باطراف الاصابع ديالي تطرخف تولي على شكل كريمه. وغادي نضيف باقي المكونات، غادي نبقى نحك فيها هكايا مع القصريه باش ما يبقاوش لي هذيك الزبده تبقاش لي مجموعه. هاد القريشلات كيجيو لذاذ وكيجيو مقرمشين صراحه، جربوهم ما غاديش تندموا عليهم. غادي نضيف هنايا القطعه ديال الفرماج، نتوما تقدروا ديروا الفرماج المربع اولا ديروا الفرماج ديال البواط اللي عجبكم. انا هنا استعنت غير بهذا الفرماج المثلث، غادي ندير غير 4 القطع. هاد العجنه هذه كتخرج تقريبا 4 الاشكال. الا بغيتو هكايا 4 الاشكال يعني فيهم شويه، الا بغيتو تخرجوا حتى 5 تخرجوا. هنايا درت الابزار والملح فقط. قويو شويه المليحه باش تجي شويه العجين يجي فيها شويه الملح، ما تكثروش، مازال غنديروا المنسمات حتى هما يكونوا مالحين. وغادي نضيف هنايا كاس الماء. تقولوا لي الملاش، الماء هو اللي كيخليها تجي هذيك القرمشه بحال هكذا في هذوك في هاد الفقيقسات المالحين. غادي نبقى نضيف هكا الماء تدريجيا ونخلط. من بعد غادي نضيف عليه هذاك الكويز ديال الحليب، ونبقى نحرك في هاد الزبده مع الحليب مع الماء. راكم عارفين مع الزبده والزيت وزيد عليها الحليب والماء كيبقى يهرب لك الماء في جهه والزيت في جهه. غادي نعاون هنايا واحد المعلقه واحد الزلافه هكا ديال الدقيق باش نجمع. غندير واحد شويه ديال الدقيق باش نجمعها بحال هكذا باش يتجمع لي هذاك الحليب مع الزبده. ما عارفين نتوما يا الماء اولا الحليب مع الزبده اولا الزيت ما كيتفاهموش، كلها كيمشي لجيه. غادي نخدمها بحال هكذا حتى كيولي لي على شكل كريمي كما كتشوفوا. وغادي نبقى هكايا نحك في هذيك الزبده باش ما تبقاش لي هكايا محربله يعني صينه. دابا غادي نزيد ان شاء الله لا موطارد. غادي نزيد تقريبا معلقه كبيره ديال الموطارد. هنايا كندير العلبه بالمعلقه الصغيره، نتوما ديروا قياس المعلقه كبيره. هنا غادي نزيد ضماد البقري على حسب الاختيار ديالكم. بغيتو ديروا ضماد البقري، عندكم العطريه ديال الدجاج هكايا من عند عطار مخلطه ديروا معلقه كبيره، عندكم العطريه الحوت ديروها. انايا فضلت ندير هنايا نمشي لكم الساهل ضماد ديال البقري ديال درهم. درت هنايا واحد رشيشه ديال الخميره الحلويات، تقريبا شي نصف ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات. وغادي نمزج هذا الخليط هذا، وغادي نبقى نضيف في الدقيق تدريجيا باش يتجمع لي العجين. غنبقى نضيف هكايا تدريجيا. انا الدقيق ما كنعبروش معاكم في حتى شي حلوه ولا في شي حاجه، ما نقولش لكم العبار ديال الدقيق. علاش؟ حيت
كل واحد والدقيق عنده كيف داير، اللي كاين اللي كيشرب ليه، كاين اللي ما كيشربش ليه. يعني نتوما غادي تشوفوا غير العجين كيف كيخرج. ها نتوما شفتوا القوام ديال العجين كيف ما كيف كيبان لكم، يعني كيجي رطب بحال العجين ديال الصابلي. غادي نقطع هذا العجين هذا 4 القطع. انا غادي ندير 4 منسمات فقط، غندير 4 القطع. نتوما تقدروا تخرجوا منه حتى 5. غادي نشد العجين القطعه الاولى، غندير فيها هنا قزبر ومعدنوس، وغندير معلقه كبيره ديال لاموطارد. تقدروا نتوما تنسموه بالزعتر، باي منسم بغيتو، بالزعتر اولا باليازير اولا اي حاجه طيح لكم على البال بغيتو تنسمو بها نسمو بها. انا هنايا فضلت ندير غير الربيع وشويه ديال لاموطارد. غادي نبقى نجمع هكا بالدقيق العجين ديالي كما كتشوفوا. غندير لكم مزيان، راه في الاول ما دلكناش العجينه، راه غير جمعناها. هذا هو المنسم الاول. الثانيه غادي ندير فيها ان شاء الله الهريسه. غنديروها شويه حاره، الهريسه ومعلقه كبيره ديال التحميره، وغادي نبقى ندلك فيها حتى هي بهذه الطريقه هذه حتى تدخل لي هذيك الهريسه والتحميره في العجين كامل. غادي نعاونو هنايا برشيشه ديال الدقيق باش ما يبقاش يتلصق لينا العجين في القصريه. غنبقى بحال هكا ندخل فيها وندلك فيها حتى غادي هذيك التحميره والهريسه اللي درنا تنسجم ليا في وسط العجين. غندلكوها مزيان كما كتشوفوا. كتخرج كميه لا باس بها. هاد المقادير اللي عطيتكم كيخرجوا كميه لا باس بها. هذه هي التنسيمه الثانيه. دابا غنمشيو للثالثه اللي غادي ندير فيها فقط الفرماج احمر. غندير هنايا الفرماج احمر، غادي نخلي واحد شويه ديال الفرماج. هانتوما معايا باش تعرفوا اشنو غندير به. حتى هو غادي ندخلو في هذا العجين هذا، غادي نبقى ندلك فيه. قلت لكم بالنسبه للمنسمات تقدروا تنسموا باي حاجه بغيتو، اي حاجه يعني طاحت لكم في البال انكم تنسموا بها. الزعتر، اكليل الجبل، اللي بغيتو لي سيبولات، يعني اللي بغيتو انكم تنسموا به تنسموا به. انا هنا عطيتكم 4 الافكار ديال التنسيم ديال هاد الفقيقسات، وانتم راكم مبدعات. بالنسبه العجين الرابع غادي نديرو بهذا بالزيتون. هانتوما غادي تشوفوا معايا كيف غادي ندير ليه. مشيت معكم فوق سطح العمل ان شاء الله. غادي نشدو هكا، غادي نطلقو بالمدلك مع رشيشه ديال الدقيق، وغادي نبقى نخدم فيه هكايا بالمدلك نسرح فيه. شوفوا العجين كيف داير رطب وكتهزيه هكا بيدك ما كيتقطع ما حتى شي حاجه، ما تحتاج ديري ليه لا بلاستيكه لا والو، يعني كيكون مطاوعك. غادي نسرح العجين بهذه الطريقه هذه بالمدلك. نحاول نرققو شويه حيتاش غادي نلويه كما كتشوفوا. غادي نجيب هذاك الزيتون اللي انا حيت ليه العظم وطحنته، وغادي نسرحه فوق من هذا العجين هذا. درت غير الزيتون فقط، ما درت معاه حتى شي منسم اخر. صافي، وغادي نبدا نلوي من هكايا من الجنب. غادي نحاول ندير هكايا في الجوانب، وغادي نبدا نلوي بهذه الطريقه هذه. غادي نلوي هكاك شي 3 لويات او لا 2 ولا 3 لويات على حسب نتوما العجين واش درتوه غليظ ولا رقيق، على حساب الفقيقسات قداش بغيتوهم يجيوكم. انا درتهم هنا شويه كبار. انا لويت تقريبا هاد 3 لويات. غادي نقطع العجين وغادي نحاول نحيد هنايا من هاد الجناب، نحيد منها الزيتون باش يلصق ليا مع العجين بحال هكا. صافي، وغادي نوضعو جانبا. غادي نمشي دابا نلوي السيجار الثاني. غادي نبقى نلوي هكا بهاد الطريقه ثاني شي 3 لويات، وغادي نقطعو. غادي نخوي هكايا من الزيتون باش يلصق لي العجين مع بعضياته. صافي، وغادي نكمل بنفس الطريقه.
دابا غادي نمشيو للعجين الثاني اللي هو ديال الفرomage اللي نسمناه بالفرomage الاحمر. غادي نطلقو حتى هو بالمدلك. بالنسبه للعجين هذوك هذا ديال الزيتون راني درته في اللاطه ودرته في الفرن باش يشد واحد شويه راسو، بحال الشكل كما كطيبوا الفقاس كتحطوه يشد شويه راسو في الفرن، عاد باش كتعاودوا تخرجوه وتقطوه على شكل دائري وعاود تحمروه بحال طيابه الفقاس بحال هكاك. بالنسبه للعجين الثاني اللي هو ديال الفرomage غادي نقطعوه هكايا على شكل مثلثات طوال وغادي نلويهم كما كتشوفوا. غادي نقطعهم بهذه الطريقه هذه. وغادي ناخذ هذاك الفرomage الاحمر اللي كنت قلت لكم غادي نوريكم شنو غنديروا به. كنديروا هنايا في الطرف ديال المثلث وكنلويو، كيجي على هذا الشكل، كيجي المنظر ديالو زوين بزاف. وهذاك الفرomage كيذوب وسط منه، كيجي عاطي واحد المذاق رائع. بالنسبه هنايا كمل صافي زال لي الفرماج، انايا بقيت كنلويهم هكا بلا فرomage حتى هما كيجيو مقرمشين وزوينين، مع اصلا حنا دايرين الفرomage في العجين كما كتشوفوا ساهل دغيا تسربي عليهم. غادي نمشيو معكم العجين الثالث اللي هو ديال الربيع. كما كتشوفوا غادي نسرحو هكا شويه بالمدلك، وغادي نحتاج هنايا ورق الزبده ضروري باش انني غادي نقطع فوق منه ونيشان غادي نحطه في اللاطه. هانتوما تشوفوا معايا غادي نقطعو على هذا الشكل طولي، ومن بعد غادي نديرو على شكل مستطيلات، وغادي نهز هاد العجين بالورق ديال الزبده ديالو غادي نحطوه في اللاطه وغندخلو الفرن. صراحه هاد الفقيقسات كيجيو زوينين في المذاق وهكا تعمري بهم الطبيله وساهلين ومقادير اقتصاديين، يعني منسمات اللي عندك في الدار. عندك الهريسه ضروري، الهريسه عندنا كاملين الزعتر، عندنا الربيع، الفرomage 10 دراهم كافياك ووافياك. كلشي ساهل معايا انا. المهم كيف ما كتشوفوا انا حولته هنا اللاطه وغنديرها في الفرن. غنمشي معكم العجين الاخير اللي هو ديال الهريسه اللي كيجيو شويه حار. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس بالنسبه للناس الجداد، وما تنسوش تضغطوا لي على داك الصبيع. بالنسبه للعجين الرابع كذلك غادي نحتاج ورق الزبده هنا، وغادي نسرحه فوق منه حتى هو غادي نشكلوه هنا فوق الورق الزبده. من بعد عاد باش غادي نديروه في اللاطه. هنا غادي نديرو على شكل صبيعات طوال بالطريقه هذه. هذا ديال الهريسه كيعجبني، كيجي زوين المذاق ديالو هكا حار. بالنسبه لهاد المربعات هادو قطعتهم على شكل مربعات، غادي نحتاج دو كيردون وغادي نبدا نقرص عليهم هكا من الوسط، كيجيو بحال الشكل ديال لي بابيون. بالحق خساره هاد لي بابيون تحرقوا ليا في الفران. بقاو فيا بزاف، جاو زوينين جاو كيوت، ولكن نسيت عليهم الفران وكانوا من جهه الاخرى وتحرقوا ليا. ماشي مشكل، نعوضهم المره الجايه ان شاء الله. المهم كنبقى نقرص عليهم هكايا بهاد دو كيردون، كيجيو على شكل بابيون هكا، كيجيو حتى هما حلوين زوينين في المنظر ديالهم. ايوا هادو هما الفقيقسات ديالنا من بعد ما طابوا. كما قلت لكم هادوك لي بابيون تحرقوا ليا ما كاينينش هنايا. هادو ديال الزيتون كيجيو رائعين، المذاق رائع. بالنسبه لهادو ديال الربيع و لا موطارد وهادو ديال الفرomage الاحمر حتى هما تيجيو كيوت وكيجيو زوينين، المذاق رائع. وبالنسبه لهادو ديال الهريسه حتى هما راهم كيجيو زوينين. كنتمنى لو فيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا ما جاكمش الملل تفرجوا فيه. المهم حاولت نختصر لكم، حاولت نسرع لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش دعموني بلايك والاشتراك وتفعلوا الجرس للناس اول مره غادي يشتركوا عندي في القناه. وما تنساوش تخليوا لي كومونتير يكون تحت زوين. ان شاء الله في فيديو جديد. بسلامه.